السلام عليكم. شنو هي الدراسة المسائية وشلون أقدم عليها وشنو شروطها؟ كل شي راح نشرحه بهذا الفيديو. بالبداية، الدوام المسائي بالمختصر هو انه انت تداوم ورا ما طلاب الصباح يخلصون دوامهم، طلاب الصباحي تقريبا يداومون من 5 ل 6 ساعات، وطلاب المساء يداومون من 3 ل 4 ساعات باليوم. زين هسه انت راح تقول لي الدراسة المسائية مجانية لو شنو؟ لا، مو مجانية. ليش؟ لأن معدلك أقل من معدل القبول الصباحي. مثال، كلية التمريض تقبل معدل 93.7 بالصباحي، بالمسائي تقبل من 80 ل 85، يعني فرق 10 درجات. فهاي الفرق بالدرجات انت راح تدفع على شكل فلوس. شنو فرق الشهادة؟ شهادة المسائي رسمية ومعترف بها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لكن الصباحي والموازي أقوى من حيث التقييم. المسائي يجي بعدهن مباشرة. شنو أولوية التعيين؟ الصباحي، يلا يجي الموازي، يلا المسائي. بالمختصر، فرص التعيين أقل المسائي من الصباحي. زين، كل الأقسام والكليات بها دراسة مسائية لو شنو؟ لا، مو كل الكليات متوفرة بالمسائي. ماكو مسائي لا للطب عام ولا للأسنان ولا للصيدلة ولا لشكم قسم لاخ. الشروط العامة للتقديم: عراق الجنسية، حاصل على شهادة إعدادية عراقية، خريج السنة الحالية، يحق لك التقديم إذا مستوفي شروط المعدل. سابعا، الحدود الدنيا للقبول: التمريض 70% أو فرق 10 درجات عن القبول الصباحي، التقنيات الطبية أو الطب البيطري فرق 10 درجات، الهندسة 70%، التقنيات الهندسية 65%، العلوم، الحاسوب، الذكاء الاصطناعي 65%، القانون، الإدارة والاقتصاد 65%، باقي التخصصات 60%. ثامنا، الأجور الدراسية: أقسام الهندسة مثل النفط والمعماري والطب الحياتي 3 ملايين، الأقسام الهندسية الأخرى 2,250,000، الكليات التقنية الهندسية 2,000,000، كليات التمريض 1,750,000، الكليات التقنية الصحية والطبية 2,250,000، الطب البيطري 1,750,000، الكليات ذات التخصصات العلمية كافة 1,500,000، كلية القانون، كلية الإدارة والاقتصاد 1,200,000، الكليات ذات التخصصات الإنسانية الأخرى 900,000، المعاهد التقنية الطبية 2,000,000، المعاهد التقنية التكنولوجية 1,200,000، بقية المعاهد التقنية 750,000. وبالتوفيق للجميع يا رب.